كانت عايشة في المقابر، وكانت مسببة حالة من الذعر والرعب بين الناس، لأن كان معروف عنها إن هي عايشة على طول هناك جنب المقبرة، وكانوا الناس بيخافوا من شكلها لدرجة إن هم كانوا بيعتبروا إن هي جنية أو من خدام الأموات. وده اللي كان مشهور عنها في المنطقة دي، لحد ما جه واحد وتحداهم إن هو يروح ويمشي وراها ويعرف أصلها إيه وحكايتها إيه، لحد لما اتفاجئ باللي حصل. وهنا اتغيرت الحكاية. اسمعوا الحكاية وصلوا بينا على النبي. بتبدأ حكايتنا من الست اللي كانت بتعيش في المقابر، وكان بالأخص في منطقة المقابر اللي في مصر القديمة. وكان الست دي معروف عنها إنها من خدام الأموات، أو إن هي بيشكوا إن هي تعتبر جنية، لأن طبعا كان منظرها كمان بيوحي بكده، إن كانت عينيها جحظة وبشرتها سمرة جدا، وكانت كمان شعرها منكوش، ومش عارفين أصلها إيه، إن هي مجنونة ولا جنية، لكن كان الكل بيترعب منها، حتى التربي، لأن هي كانت ليل نهار عايشة جنب مقبرة معينة بقالها سنين، وعايشة بين الأموات وما بتخافش منهم. وكانت كل يوم تصحى الصبح وتروح في السوق اللي جنب المقابر. السوق ده كان بيفتح بدري ويقفل على الظهر. كانت بتروح هناك وتيجي عند ناحية العربيات، تخطف أي حاجة من الخضار، قوطة أو خيار أو أي حاجة، وتجري على طول. وكانوا بيسيبوها تعمل اللي هي عايزاه، ما كانش حد بيكلمها، لأن طبعا كله كان بيخاف منها جدا وبيعتبرها إن هي جنية، فما يقدرش يأذيها عشان هي ما تأذيهمش. لحد لما في يوم جه بياع جديد فرش فرشته في السوق، وكان لسه ما يعرفش حكايتها ولا أي حاجة. وفي عز وهو شغال جات الست دي وجات خطفت من عنده قطيتين وجريت. هو طبعا جري وراها وشتمها، وكمان حدفها بطوبة. وطبعا الناس هاجت عليه وقامت عليه، وانت ازاي تعمل كده؟ وطبعا خافوا جدا وحكوله قصتها، وان هي ممكن تأذيك وممكن تأذينا. لكن طبعا الراجل ما اقتنعش بالكلام ده، وقال يعني ايه ان هي خادمة اموات؟ الاموات مش محتاجين خدام. وما اقتنعش خالص بالكلام اللي هم بيقولوه، وقال لهم انا هثبت لكم انها ست عادية ومفيش اي حاجة تخوف من الموضوع ده. طبعا ساعتها هم تحدوه وقالوا له خلاص ماشي. هم طبعا رحبوا بحاجة زي كده عشان برضو عايزين يعرفوا اصل حكاية الست دي، واتفقوا معاه على رهان ان هو يروح وكمان ياخد معاه قالب طوب احمر ويحطه فوق المقبرة اللي هي بتقعد عندها، عشان يبقى دليل واثبات ان هو دخل وراح لحد القبر هناك. وهو وافق وخدها تحدي فعلا، وما استناش كمان لحد الظهر او لحد ميعاد السوق، لا ده راح الساعة 7 الصبح وراح عندها عند مكان المقبرة اللي هي بتقعد فيها، وراح وفعلا حط قالب الطوب الاحمر. واثناء ما هو ما بيضحك ومبسوط بقى ان هو كسب التحدي، لان التحدي كان مرهون على مبلغ كبير من المال قصاد البياعين كانوا متفقين عليه، وهو بيضحك فجأة حس ان في حاجة ضربته في رجله. طبعا وقع من الخوف، ووقع واتخبط في نفس قالب الطوب اللي هو حطه على المقبرة، وكان بينزف لحد ما كان ما بيمر التربي ولقى الراجل واقع على الارض. وطبعا عملوا له الاسعافات اللازمة وكده. وطبعا الراجل لما حكى لهم الحكاية قال ان هو شاف حد وراه وحد خبطه في رجله وهو اللي كعبله. وطبعا الناس ساعتها خافت اكتر من الست دي وبقت تعمل لها 1000 حساب. لكن التربي ما دخلش عليه الكلام ده، ان حد ضربه وحد شنكله والكلام ده ما دخلش عليه، وقرر ان هو يراقب الست دي من غير ما تشوف، ويراقبها من بعيد. وفعلا قرر ان هو يراقبها، وراقبها بالفعل، وفضل مراقبها لحد ما جه يوم الصبح كانت بتحفر في الارض وبتطلع كيس اسود ومبلغ من الفلوس. وقرر ان هو يمشي وراها ويشوف هي رايحة فين، وفضلت ماشية في الحارات بتاعت المقابر وهو ماشي وراها لحد لما لقاها بتخبط على باب. وفتحت الباب ست عجوزة مسنة جدا، وقامت الست دي مدياها الشنطة السوداء والمبلغ من الفلوس ومشيت. قرر ساعتها التربي ان هو يخبط على الباب ويشوف الست دي ويعرف اصل حكاية الجنية بتاعت المقابر. خبط عليها فعلا ولقاها ست مسنة وكبيرة، ودخل وسألها، قال لها انا شفت الست دي وهي بتديكي الكيس، والست دي احنا عايزين نعرف حكايتها ايه، لان بيقولوا عليها انها جنية وان هي شعوذة او مجنونة، وبيقولوا عليها كل الكلام ده، وانا مصر اعرف حكايتها ايه بالظبط. وهنا الست اتكلمت، الست العجوزة، وقالت ان الست دي اللي بتقعد عند المقابر كانت ست كويسة جدا، وكانت متجوزة تاجر خضار كبير جدا في السوق اللي موجود جنب المقابر، وكان الراجل دوت متيسر
وهي كانت بتحبه جدا، لحد ما في يوم الراجل ده خبطته عربية نقل كبيرة ومات على الفور. وطبعا ساعتها جات لها صدمة عصبية حادة من أثر الوفاة، وكمان الميراث بتاع جوزها كل أهله ضحكوا عليها وخدوا الميراث ومحدش اداها حاجة، فقدت كل حاجة في لحظة، وما كانش عندها ولا ولاد ولا عيال ولا أي حاجة ولا أقارب. ومن اليوم دوت فضلت قاعدة جنب قبر جوزها وعايشة فيه من اليوم ده. ولما سألها على الكيس الأسود والفلوس، قالت هي لما عرفت إن أنا ست مريضة وإن أنا بربي أيتام، كانت من اليوم دوت كل يوم تجيب لي كيس الخضار وتجيب لي مبلغ من الفلوس عشان أصرف على ولادي اليتامى، وكنا نعمل لها أكلة وتيجي تاكلها معانا بالليل. وطبعا أنا من غير الست دي بصراحة ما كنتش هعرف أعيش، ولا أنا ولا ولادي. وفضلت تدعي لها دعاء كتير. مشي الراجل من عندها وهو بيعيط بالدموع من كتر ان هو حس ان هم ظلموا الست دي، وان الست دي مش عفريتة زي ما بيقولوا، الست دي أطيب قلب في الدنيا. هي ما مجرد اللي هي تعرضت لصدمة نفسية أثرت عليها، لكن ما تخلتش عن شعورها ولا عن إحساسها. وساعتها قال إن أكيد الراجل اللي عمل الاختبار دوت ووقع واتخبط أكيد ده كان بيتوهم، لكن مستحيل إن الست دي تخبطه أو تأذيه، لأن عمرها ما أذت حد. ومن اليوم ده ومن ساعة لما الموضوع انتشر في السوق وعرفوا حكاية الست دي وأصل حكايتها إيه، من ساعتها كله تعاطف معاها ومحدش بيأذيها خالص. وكل يوم كمان يسيبوا لها عند عربية الخضار، كل واحد عند عربيته يسيب لها شنطة سودة فيها مجموعة من الخضار وبرضاهم، ويسيبوا لها كمان كل يوم يدوها مبلغ من المال. وفضلت عايشة الست دي على نفس الطريقة لحد لما توفاها الله. ومن بعد ما ماتت فضلوا برضو يعتنوا بالست المريضة وولادها الأيتام ويدولها المبلغ المالي اللي كانت بتديهولها برضو الست اللي كانوا بيقولوا عليها جنية. وهنا طبعا بتنتهي حكايتنا، ويخلينا نعرف ان احنا ما ناخدش اي حاجة بالظاهر، وان مدايم الا وجه الله، ومش كل حاجة نحكم عليها من شكلها او من براها من غير ما يعرف اصل الحكاية. ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم متنسوش تسيبوا لنا تعليقكم، وتقولوا لنا برضو لو عندكم اي حاجة او اي مشكلة عايزين تقولوها معانا، ابعتوها لي على الخاص واكتبوا لي ترتيب الاحداث وانا ان شاء الله هعرضها. واستنوني كل يوم في حكاية جديدة او حلقة جديدة ومشكلة جديدة من ورا كل باب حكاية. واستنوني كل يوم في حلقة جديدة او مشكلة جديدة مع مي علي. دمتم في حفظ الله.